السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على مدرستكم الإلكترونية مدرسة تيوب. مدرسة تيوب بتقدم منهج المرحلة الابتدائية بشكل مجاني، تقدم أيضا كل ما يهم الأسرة والطفل، وتقدم معلومات هامة لناشر الفيديوهات تيوب. قدمنا لحضراتكم سابقا حوالي 30 وصفة للدايت، ازاي تقدروا تعملوا أكل طعمه حلو وفي نفس الوقت سعراته قليلة، بحيث ان احنا ما نزهقش من الرجيم وما يبقاش كل اكلنا عباره عن سلطه ومسلوق. لا، قدمنا مجموعه كبيره من الوصفات، 30 وصفه تقريبا لحد دلوقتي، وان شاء الله الملف مفتوح وقابل للزياده. ازاي نعمل وصفات جميله جدا للدايت. النهارده بقى معانا احنا بنشوف طبعا اعلانات كتير جدا عن ابليكس، اللي هو المنتج اللي هو بيقولوا عليه للتخسيس. النهارده انا بقدم وان هو بيقوم ان هو يعني على حسب ما الاعلان بيجي في التلفزيون ان هو بيقوم بتخسيس، مش بتخسيس، بيعمل امتلاء وما بيخليش الواحد يقدر ياكل. طبعا كورس ابليكس ده عامل حوالي 600 جنيه. لما انت بتشتريه بتتصل بيهم بتشتريه ب 600 جنيه. الحقيقه انا ما اعرفش الفيدباك بتاعه، ما اعرفش الاثر بتاعه ايه، ولكن انا النهارده بقدم لحضراتكم شوربه تقدروا تعملوها في البيت، مش هتكلفكم اي حاجه، وبتقوم مقام ابليكس وبتخليك فعلا ممتلئ وما تاكلش كتير. لو انت خدتها مثلا قبل الغداء او قبل العشاء مش هتخليك تاكل كتير، وهتخليك تشعر بالامتلاء. وزي ما انتم شايفينها لونها اخضر برضو زي ابليكس. تعالوا نشوف ايه ممكن نخليها اخضر وممكن نغير لونها. تعالوا نشوف اسرار الوصفه بتاعتنا ايه. الوصفه هقول لحضراتكم طريقتها لو كانت في الدايت او من غير الدايت. لو انا مش بعمل دايت بحتاج ان انا اجيب هعمل بقى شوربه، فبالتالي بجيب شويه مكرونه لسان عصفور او اي مكرونه زي ما انتم شايفينها كده اهوت، وبحمرها في شويه سمنه. ده لو انا هعمل الشوربه دي مش للدايت. لو انا هعملها للدايت انا هلغي الخطوه بتاعه المكرونه، وهبتدي ادخل في المكون بتاعي اللي بيديني اللون الاخضر الجميل اللي انتوا شفتوه للشوربه. وعلى فكره الشوربه دي انا مصوراها بعد ما استوت، يعني ده اللون الزاهي الاخضر الجميل ده هو ده اللي هتحصل عليه بعد ما تخلص عمليه السوى. طب ازاي وهنحصل عليه ازاي وايه المكون السري؟ المكون السري بتاعنا هو الكوسه. ناس كتير جدا مننا ما بتحبش تاكل الكوسه. انا بقول لحضراتكم المره دي في الوصفه دي هتاكلوها ومش هتحسوا طعمها لذيذ جدا، وبالعكس هتحسوا بتسكيره لذيذه جدا في الشوربه، لان الكوسه فيها سكريات. بنجيب ثلاث ثمرات كوسه وبنقطعهم حوالي تقطيع حوالي 2 سنتي، وبعدين هنضربهم في الكبه. طب لو حد مش حابب يضربهم في الكبه او ما عندوش كبه يعمل ايه؟ هيجيب الكوسه زي ما هي وهيبتدي ان هو يبشرها بالمبشره العاديه بتاعتنا خالص، بس يبشرها من الجزء اللي احنا بنبشر بيه البصل، عشان احنا مش عايزين يبقى فتافيت برضو قوي، احنا عايزين يبقى برضو الكوسه بتاعتنا ليها قوام. انا جبت الكوسه وقطعتها وضربتها في الكبه زي ما حضراتكم شايفين بقى اكنها كوسه مبشوره. انا طبعا عشان يعني انجازا للوقت، لكن انا اوقات كتير الحقيقه ببشرها وما بحتاجش الكبه. طيب ازاي بقى انا بخلي الكوسه كده لونها اخضر حتى بعد عمليه السوى؟ الكوسه مش اللي ما بيحبش الكوسه مش هيحس خالص بطعمها. طبعا الكوسه من القرع، من يعني تصنيف النباتات، يعني من شجره القرع. طبعا القرع ده طلع منه حاجات كتير جدا، من ضمنها الخيار، من ضمنها القرع العسلي، من ضمنها الكوسه، من ضمنها حاجات كتير جدا. وطبعا احنا عارفين ذكر اليقطين في القرآن، فطبعا هو مليان فوائد. بقى بنجيب حته سمنه صغيره جدا وبنبتدي ان احنا ننزلها على المكرونه بتاعتنا. حد حابب يحط سمنه او حابب يحط زيت دي ترجع لكم. الكميه احنا بنتحكم فيها. لو الشوربه دي هنعملها لناس بره الرجيم هنعملها بكميه سمنه اللي احنا عاوزينها. لو حد في الرجيم هي معلقه سمنه كفايه جدا، معلقه صغيره ممسوحه من السمنه او معلقه زيت صغيره، مش محتاجين اكتر من كده يا جماعه، مش محتاجين اكتر من كده. وطبعا احنا هنعمل حله شوربه كبيره جدا، فطبعا المكون الدهني ده لا شيء بالنسبه لحله الشوربه اللي هنعملها. اول حاجه بنحمر لو احنا هنعمل الشوربه مش للدايت بنحمر المكرونه نص تحميره، ما تحمرش قوي معايا، يا دوبك بس تبيض، يا دوبك تبيض. وبقوم هعمل ايه بقى بعد كده؟ لو انا بقى مش بعمل دايت هجيب معلقه صغيره جدا من السمنه او معلقه صغيره جدا من الزيت، وبدل ما هنزلها على المكرونه، لا هنزل عليها على طول الكوسه بتاعتي. هنزل عليها على طول الكوسه بتاعتي. لو انا بعمل دايت هلغي خطوه المكرونه وهنزل السمنه او الزيت على الكوسه بتاعتي.
طيب ايه اللي بعد كده هيحصل؟ هننزل الكوسه على المكرونه. هنا انا محمرت المكرونه بس لحد ما تبيض، احاول ان انا ما اخليهاش تغمق مني. بنزل الكوسه على المكرونه او بنزل الكوسه مباشره على معلقه الزيت او السمنه، وابتدي ان انا اقلبها اشوحها تشويحه سريعه. بحيث الخطوه دي بقى مهمه جدا في ايه؟ اول حاجه بتضمن لي ان الكوسه بتاعتي تفضل لونها فاتح، تفضل لونها فاتح، وان شاء الله كمان ان شاء الله تحتفظ بعناصرها الغذائيه. بتحتفظ بعناصرها الغذائيه نتيجه التشوك او الصدمه اللي انا عملتها لها مع الماده الدهنيه الخفيفه اللي انا حطيتها معاها. مفيش دقيقه يا جماعه، بقلبها كده اهوت مع المكرونه او بقلبها لوحديها لو انا مش بعمل دايت، أو لو انا بعمل دايت. وبنزل عليها الشوربه بتاعتي او الميه، الشوربه اللي انا شايله الدهون بتاعتها، او ميه يا جماعه. يعني لو ميه برضو هيبقى طعمها حلو جدا ومفيهاش اي مشكله. كده انا نزلت الميه عليها، بسيبها تغلي، وده منظرها النهائي بعد ما خلصت. وده منظرها النهائي بعد ما خلصت. طب بنقدمها ازاي وازاي ممكن نغير لونها؟ هتشوفوا دلوقتي. ده طبعا منظرها النهائي بعد ما خلصت، نتيجه ان انا الخطوه اللي انا عملتها ان انا شوحت الكوسه المبشوره مع قليل جدا من الدهون، فبالتالي احتفظت بلونها. وحتى لما بسيبها تغلي على النار عشان تكمل سوا او المكرونه بتاعتي تكمل سوا، لونها ما بيتغيرش نتيجه الخطوه السابقه. بجيب بقى فنجان الشوربه بتاعتي، وببتدي ان انا احط معلقتين ل3 شوفان. ده فنجان ضخم يا جماعه، الفنجان ده ضخم حوالي اكتر، يعني بياخد اكتر من نص لتر شوربه. وده مطلوب ان انا عايز املي معدتي بكميه كبيره من الالياف ومن السوائل قبل ما ابتدي ان انا ادخل على الوجبه بتاعتي. ادي بحط بقى الشوفان. طبعا الشوفان مليء بالالياف ومليء بالفوائد، وكده انا برفع القيمه الغذائيه بتاعه الشوربه. ما اصبحتش بتحتوي على خضروات وبس، لا، اصبحت بتحتوي على خضروات وعلى الياف مهمه جدا ومفيده جدا للجسم، وبتقدم للجسم عناصر متكامله اثناء الرجيم. بنزل معلقه من اللبن البودره الدايت، او لو انا عندي اللبن العادي بتاعنا اللي بنجيبه من عند اللبان، بيكون جايبينه من عند اللبان ومبيتينه في التلاجة ليلة كاملة، وبنشيل القشطة بتاعته عشان نعمل منها السمنة البلدي اللي عملناها مع بعض. هنسيب لحضراتكم الوصفة آخر الفيديو. وبننزل حوالي نص كوبايه من اللبن خالي الدسم، او لو احنا بنجيب اللبن العلب، وده ما يفضلش يا جماعه. يفضل ان احنا نجيب اللبن اللي احنا من عند اللبان نكون واثقين فيه، لان اللبن اللي عند اللبان اللي بنكون واثقين فيه ما فيهوش اي مواد حافظه، افضل بكتير، مكوناته احسن بكتير من اللبن اللي بنشتريه من بره. بننزل بقى عليه الشوربه. طبعا الشوربه ابتدى لونها يتغير معايا نتيجه ان انا حاطه لبن. لو انا عايزه احتفظ بنفس لون الشوربه الاخضر، بحذف خطوه اللبن وبنزل او الحليب، وبنزل الشوربه على الشوفان. بسيبها لمده، طبعا الشوربه دي بتغلي، بسيبها لمده 5 دقائق. علشان الشوفان هلاقيه بقى عمل ايه، عمل حاجه خطيره جدا ورائعه جدا، هينفش. والفنجان ده كله اللي عامل اكتر من نص لتر هيبتدي ان هو ينفش فيه تماما. ال3 معالق شوفان حاطينهم ينفش ويعمل وبكده نكون حصلنا على ينفش تماما ويجيب يعني يدي امتلاء. اما يجي ناكلها بقى هنمتلئ جدا، وهنحس ان احنا مش قادرين ناكل ومش قادرين نكمل. يعني مش يعني هناكل، يعني هنخلص الشوربه هنحس ان احنا فعلا اتملينا. لما نيجي ناكل ندخل بقى على الوجبه بتاعتنا سواء كان غدا او عشاء، خلاص هنحس ان احنا مش قادرين ناكل، او هناكل حاجات بسيطه، مش هندخل على الاكل بشكل كبير قوي. ممكن نكتفي بيها هي بس للعشاء ومعاها كوبايه زبادي، وكده يبقى احنا عشانها بقى صحي ومفيد ودايت. ارجو ان تكون الوصفه عجبتكم، ولو عجبتكم الحلقه اعملوا لنا لايك للحلقه وشيرنج ليها وسبسكرايب للقناه. وبعد ما تدوسوا سبسكرايب دوسوا على الجرس اللي هيظهر لكم اسفل شاشه الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.